كوبايه ميه وشويه دقيق، عملنا فطاير حلوه قوي. المقادير على قد ايدينا، حلوه قوي في اللانش بوكس بتاع المدرسه. تعالى اقول لكم مقاديرنا عباره عن ايه. كوبايه ميه دافيه، عليهم معلقه سكر، معلقه كبيره من الخميره الفوريه. قلبي كويس جدا، وبعد كده هنغطوهم ونسيبهم على جنب. الخميره عندي تتفاعل معانا. هنجيبوا البوله، هنحطوا 4 كوبايات من الطحين، عباره عن نص كيلو بس من الدقيق. وعايزه اقول لكم نص كيلو ده عمل معايا كميه حلوه قوي زي ما انتوا هتشوفوا في الاخر. اسمعي الفيديو من اوله للاخر. لو اول مره تشوفي قناتي، يا ريت تنورينا بالاشتراك واللايك من ايديكي الحلوه. هنا طبعا اي معجنات او اي مخبوزات بحب انخل الدقيق كويس. بعد كده ضفت عندي شويه ملح، نص معلقه ملح، ومعلقه صغيره من البيكنج باودر، ومعلقه لبن بودره. واللبن بودره ده اختياري خالص، حابه تحطيه ماشي، مش حابه براحتك خالص. بس هو بيدي طعم حلو كده، وبيدي اللون الفطاير عندنا او المخبوزات لون جميل جدا. خلاص، هنا ضفت الخميره اللي احنا عملناها مع السكر مع الميه الدافيه. حطيت اول كوبايه ميه، وبعد كده حطيت زي ربع كوبايه. هقول لكم في الاخر استعملت قد ايه ميه، وكل يا جماعه دقيق بيفرق عن التاني. ما ينفعش نحط الكوبايتين الميه على بعض، يعني نحطهم مره واحده على الدقيق. ده ما ينفعش، عشان ممكن الدقيق هيحتاج معاكي دقيق تاني، واضطري هتحطي ميه تاني، وهتبقاش العجينه عندك متظبطه. العجينه عندي هنا لسه ملزقه شويه. هقول لك هنا استعملت قد ايه ميه. هنا استعملت كوبايه كوبايتين الا ربع من الميه. وكل دي بيفرق. هنا العجينه لسه ملزقه بس ملكتها كويس جدا. هتجيبي زي 4 معالق كده من الزيت، وتملكي بيها العجينه كويس جدا لغايه لما تبقى معاكي ملمسها ناعم كده شبه الملبن بالظبط. خلاص كده انا عجنت فيها مده كام، من 10 دقايق ل 15 دقيقه. كل ما بتعجني عندك في المعجنات بتبقى نتيجه حلوه معاكي. عندي بقى هنا الحشوه بتاعت الفطار بتاعتنا عباره عن عندي فلفل الوان هنا، بس انا حطيت صراحه فلفل احمر بس. حطيت جبنه بيضه، او جبنه اي نوع جبنه اللي انت بتحبيها. انا حطيت هنا جبنه وحطيت هنا خلطه عندي جبنه موزاريلا، على جبنه شيدر، على جبنه تركي، على عندي هنا بيفي. خلاص كده قطعت كل حاجه هنا مقطعات صغيره. والجبنه هنا كانت جبنه اسطنبولي، طعمها حلو قوي. هنا حابه تحطي جبنه قريش، جبنه بيضه، اي نوع جبنه انت بتفضليها تحطيه، بس اهم حاجه يكون قوام جبنه معاكي كريمي، عشان تبقى لما تيجي تعمليها في الفطار معاكي تتمسك معاكي بسرعه لما تيجي تفرديها. خلاص كده هنا العجينه ما شاء الله خمرت معايا بسرعه، عشان عاملينها بميه دافيه. دهنت الرخامه عندي دهنه كده بسيطه جدا من الدقيق. وهنقطع العجينه بتاعتنا عباره عن كام كوره. هما كورتين بس. زي ما انتم شايفين هعمل الكوره كده اهو، هبدا الفها عندي، وهسيبها يا دوبك ترتاح معايا. كنت عملت التانية، هتبدا اجيب اول واحده اللي انا فردتها، وتروحي هنبدا نشكل مع بعض. عايزه اقول لكم طريقتها سهله وبسيطه، ما بتاخدش معايا وقت ولا مجهود خالص. حلوه قوي قوي في المدارس بقى، ومحتاره تعملي ايه في اللانش بوكس، هتقومي تعمليها على طول ان شاء الله. ومقاديرها سهله وبسيطه، ما اخدتش معايا اي حاجه. هي دوب كل حاجه، ميه على سكر على خميره وشويه دقيق. عجيني يا ست الكل، ومعلقتين زيت، هتبقى حاجه كده اللهم بارك. خلاص كده زي ما انتم شايفين فردت بينا الشابه. فردتها كام سنتي، زي سنتي بالظبط كده زي ما انتم شايفين. فردت العجينه ما شاء الله كبيره اهو. هجيب الخلطة اللي احنا عملناها، اللي هي عبارة عن جبنة وتشكيلة جبنة موزاريلا على شيدر على بيفي. حابة تحطي بسطرمة براحتك خالص، مش حابة تحطي لانشون وتحبي تحطي فلفل الوان وجبنة، براحتك خالص. فردتها عندي على العجينة زي ما انتم شايفين، وبعد كده هبدأ اقطعها عندي بالقطاعة كده اهو. يعني زي سنتين كده لما تيجي تقطعيها. عملناها صوابع كبيرة كده اهو بقى زي ما احنا فردينها. وتروحي عاملاها. هنا بقى هنعمل ازاي، هتروحي مشكلاها ازاي. هتبداي تبرمي زي ما انتم شايفين كده، تبرمي تبرمي كده لغايه لما تخلصي عندك العجينه. حسيتي هنا العجينه عندك كبيره شويه والفطاير عندك كبيره، ممكن تقسمي العجينه دي على نصين. تجيبيها كده بالعرض، وتروحي تقسميها. هتبقى معاكي صغيره حلوه قوي في اللانش بوكس. انا عايزه اقول لك، وانا هنا بصراحه يعني لقيتها كبيره، ببدا حاولت بقى تصغر. يعني اول فطيره اللي انا عملتها دي، عملتها يعني كلها كانت كبيره. حلوه قوي لما تعمليها صغيره كده، وفي اللانش بوكس تحطي للاطفال، تحط لهم اتنين وكده او تلاته. وبقى حلو قوي، غير لما بقى كبيره وكمان لسه بتخمر، ولما بتيجي تخشي الفرن بتكبر اكتر. انا هنا حبيت المقاس الصغير خالص، بس يعني ما علينا، عملت كبير وصغير. هنا خلاص بعد ما خلصت الكميه، عايزه اقول لكم ما شاء الله ال4 كوبايات دي عملوا معايا كميه حلوه قوي. هنا غطيتهم سبتهم لمده ربع ساعه او نص ساعه، لغايه لما يخمروا معاكي حسب المكان الدافي اللي عندك. بعد ما هنا هتخمر كده، وتروحي
هتطلعيها بعد ما خمرت كده تروحي جايبه عندك حبه حليب او عندك زبده، عندك قشطه، ممكن لبن رايب، اي حاجه. حابه احنا صراحه عشان ما حبيناش نحط فيها زفاره بيض خالص، لو حابه انت تحطي بيض مفيش اي مشكله. هتحطي بيض وعليها رشه بقى عندك اي حاجه اللي انت هترشيها عليها من فوق اللي هو سمسم او حبه البركه. انا دهنتها هنا بدهنه كده بسيطه جدا من الحليب، وعليه معلقه قشطه كده عشان تدي اللون الذهبي الجميل. وبعد كده جبت عندي شويه سمسم كده متحمص وحطيت حبه كده من فوق، وبعد كده حطيت حبه البركه تدي اللون الجميل اللي احنا هتشوفوه في الاخر مع بعض. خلاص كده زي ما انتم شايفين. بعد كده هحطها في الفرن، كنت مولعه الفرن على درجه حراره 160، هتاخد اللون الجميل من تحت. وبعد كده هولعها على الشوايه تاخد اللون اللي انتوا شفتوه ده. ايه رايكم؟ عايزاها بقى طريه وتقعد معاكي من اول واحده لاخر واحده، هتعملي ايه؟ هتجيبي على طول لما تطلع من الفرن، هتجيبي بخاخه المطبخ تروحي بخاها كده بخيتين من الميه، وتروحي غطاها بين الفوطه دقيقتين بالظبط، وتروحي شايله الفوطه عشان ما تعرقش منك وتلاقيها عجنت. خلاص كده شايفين بقى الجمال والحلاوه، حاجه كده اللهم بارك، ولونها تحفه، وريحه الجبنه مع الفلفل مع الخلطه اللي احنا حطيناها ريحتها خطيره جدا جدا. عايزه اقول لكم دي بتتباع بره بقد كده، احنا عملناها بالحجم الكبير والحجم الصغير. انا هنا بقول لكم الحجم الصغير احلى من الكبير بصراحه. بصوا عايزه اقول لكم خفيفه جدا جدا وطعمها حلو قوي قوي، الخلطه اللي احنا عملناها بجد طعمها حلو. عايزه اقول لكم حلوه قوي، انا عجباني الصغيره شكلها لطيف كده في اللانش بوكس غير الكبيره بصراحه. بس ما علينا. عايزه اقول لكم ما شاء الله ما قعدتش اصلا، حاجه كده اللهم بارك زي ما انتم شايفين. بصوا العجينه هشه وجميله كده، حاجه كده اللهم بارك. لو عجبتكم بقى اوعوا تنسوني باللايك من ايديكم الحلوه، واشتركوا في القناه عشان تكبر بيكم ان شاء الله وبقى احلى عيله في الدنيا. وكل حاجتنا على قد ايدينا وبسيطه جدا ان شاء الله. شايفين بقى الجمال والحلاوه، حاجه كده اللهم بارك. حطوا لايك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استنوني.